احكي لنا عن قصة استشهاد ابنك بالمجزرة اللي صارت ب7 الشهر. خيي اجت لعنا مجموعة حوالي 10 أشخاص. نعم. فايتين بقوة وبوحشية على الباب. دق الباب، خير يا خي. قال مين هون؟ قلت له أنا وعيالي. ايه. أنا وعيالي. وقت برا، فحاوطوني 3 4 ومجموعة فاتت لجوا. وقفت العالم جوا وعيالي. فورا مش شافوا الأولاد، ضرب بالبويرين بجرياتهم مسبات. فتحوها هون اخطي. الكبير قال له هذا للذبح، وصاروا بجرياتهم بالبويرين. اخذوهم من هون على الطريق. الله بعث له للصغير مجموعه، ما قال لهم يا خيي هذا واقع له يومين وهذا صغير معه مرض سرطان بالدم. فت لجوا سكر الباب. هجموا علي 3 4. فتنا اخذوهم على الطريق. الله بعث له مجموعه للصغير، قالوا له هذا طفل وين اخذينه؟ جابوا لي مجموعه ثانيه. قال عمي هي ابنك. قلت له لسه ابني الثاني. قال اذا ما عمل شيء بيرجع لك، توكل الله. قلت له نحن افقر عيله بالضيعه ونحن بحالنا. مبين واضح. ايه تفضل. الساعة 4 وشوي ما يدقوا من موبايل ابن سليمان. نعم. مين انت؟ قلنا له انا بيو. هذا الموبايل وصل لعنا. قلت له ابني. قال لا بنعرف منه شيء. فصلوا ودقوا بعد شوي. ما عرفتوا ابنك؟ قلنا له الاول. ما عرفت؟ قلت له الاول. قال ابنك بعثنا لك اياه لعند حافظ الاسد وعدوه مرتين. بعثنا لك اياه لعند حافظ الاسد وشلنا لك قلبه. قلنا له الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال روح لعند الحلاق، ادخل بالحاره، محل الحلاق، ادخل بالحاره، حاره قديمه، خذ ابنك قبل ما تاكلوا الكلاب. حرفيا. ورحت طلعت من هون. هالعالم من جوا اللي شافني عمي ارجع عمي ارجع هلا بقوسوك هلا. قلت له فدا. طلعت في رعب على الطريق. اول واحد كنت بطلع على الطريق. فت بالحاره، محل ما قالوا لي ولا خطي ابني متسطح ضاربينه 3 طلقات بصدره، شاقين صدره وشايلين قلبه. شايلين قلبه. غطيته وجيت خط بالطريق وما بقى لك حدا. اخر شيء حدا بالحاره جا كمان شافون. لا فور الرجال ورا صريك. انا يا اخي بدنا نشيل ناخذه. كمان اخر شيء راح ابدي يصير شلنا 3 وجبنا له. رحت لعند ابن عمي مشان نشوف شو بدنا نشتغل، ولا قاتلين اولاده ال4. اولاده ال4. 4. قال لي خلص بكره نحفر لهم بالسهم وبندفنهم. كانوا كلهم مع بعض. شغل سهرة قعدي كل شيء. هاي قصة ابن سليمان. الله يرحمه الرحمن الرحيم. الله يرحمه. الله يجازي اللي كان السبب. وهاي منزل الشهيد اللي بين واضح، اللي لحد هلا قلانه مليس. وهي البيت مثل ما انتم شايفين. الكرسيين هو يوشع.